إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد مع آخر أخبار فريق الوداد الرياضي. كل الشكر والتقدير لمتابعينا الأوفياء. فاز فريق الوداد الرياضي بالطريقة والأداء على نادي حسنية أكادير بهدفين نظيفين برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية الاحترافية. وفي الندوة الصحفية التي تلت المباراة قال مكونا: أهنئ جميع مكونات الوداد على عملهم وكذلك الجمهور. كان علينا إحراز 3 أهداف، لكن النتيجة تسعدنا، وأنا فخور بكل اللاعبين. مارسا ومفيد يحتاجان للقليل من الوقت. وعن تبادل الأدوار بين الرايحي وميلولا قال: المغرب بلد ذكي في كرة القدم. التغيير بينهما كان لأن الحسنية سجل 19 هدفا، 15 منها كان عن طريق بخاش وكاتالوندي، وهذا يؤكد أنهم خطيرون في التحولات. تغيير مكان اللاعبين كان ردة فعل على تحركات لاعبي الحسنية، فهذه أمور تقنية وليست عشوائية فقط. وفرض فريق الوداد الرياضي سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق العميد جمال حركات، لينتهي الشوط الأول بتفوق الوداد بهدف. وفي الشوط الثاني عزز إسماعيل مترجي تقدم الوداد بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 57 ليؤمن نقاط الثلاث لفريقه. وبهذا الانتصار أصبح الوداد الرياضي يحتل المركز الرابع ب36 نقطة، ليقلص فارق النقاط مع الجيش الملكي ونهضة الزمامة إلى نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد حسنية أكادير عند النقطة 21 في المركز 14. ونادي الوداد الرياضي أمس روناني مكوينة في وفاة جدته عقب لقاء حسنية أكادير. وشارك نادي الخبر وفاة جدة المدرب على صفحته بالمنصات التواصل الاجتماعي، مبديا دعمه التام ومساندته الكاملة مع كافة الأنصار له. ورفض الوداد الرياضي عرضا أوروبيا للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق. ووفقا لبعض المصادر المتخصصة في كرة القدم العربية، فإن عبد المنعم بوطويل تلقى عرضا من جانب نادي سوتشي الروسي خلال الفترة الأخيرة. وأشار الموقع أن بوطويل رفض عرض سوتشي الروسي للتعاقد معه في يناير الماضي بسبب رغبته في الاستمرار مع الوداد ومشاركته في كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية. وأن العلاقة بين مكوين وعبد المنعم بوطويل طيبة للغاية، مما جعله يرغب في البقاء ومواصلة تألقه مع الوداد خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى له الانضمام للمنتخب الوطني المغربي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.